علاش كاينين بعض الناس اللي واخا مرتاحين ماديا ومشهورين تيقلبوا على مشاكل تافهه كتدمر لهم حياتهم؟ اعلامي مشهور في الوطن العربي، شاعر وكاتب ومقدم في قناه MBC، وهو الاعلامي المعروف والمشهور منهل عبد القادر. اليوم غادي نعاود لكم على المقتل ديال الزوجه ديال الاعلامي وكيفاش غادا تدمر ليه حياته. السبب ديال الجريمه غريب بزاف ودماغك يقدر يحبس منين يعرف ويوقف على التفكير وغتبقى مصدوم. هاد القضيه ما تشاراتش بزاف ويمكن عمرك ما سمعتي بها، مع العلم انه وقعت الاشهر اعلامي في قناه MBC. منهل عبد القادر اعلامي معروف ومشهور في السعوديه، كيخدم في 3 من اشهر القنوات في العالم العربي اللي هو المجد، الرساله وMBC. الوقت اللي غادا توقع عليه هاد الكارثه كان السن ديالو 26 سنه. النجاح والشهره بالنسبه للسن ديالو كان بمثابه معجزه خرافيه بالرغم من اللهجه السعوديه اللي كان كيمتاز بها. الاعلامي منهل عبد القادر هو شاب سوري الجنسيه وعائلته كامله كتسكن في سوريا، لكن على قبل خدمته في السعوديه مشى استقر فيها وحصل على الإقامة المؤقتة في السعودية، وحيت ما كانش السعودية الجنسية كان ضروري خاصو يقلب على شي واحد اللي يضمنو باش يبقى عايش فيها. والكفيل ديال الصحفي منهل كان شخصية مشهورة بزاف في الخليج العربي، وهو الدكتور طارق الحبيب، صاحب مركز مطمئنة الطبي، وهو أشهر وأكبر مركز للطب النفسي في السعودية وعنده فروع في جميع دول الخليج. وكانت واحد البنت سورية سميتها فاطمة الحاج إبراهيم كانت خدامة في المركز الطبي مع الدكتور طارق، خدمات معاه من نهار حل الكلينيك وكان أصلا هو اللي مربيها. الصحفي منهل كان ديما كيمشي لعند الدكتور طارق للعيادة، وبحكم أن فاطمة خدامة تماك كان ديما كيشوفها. واحد النهار عجبوا بعضياتهم وعرض عليها باش تبدا تخرج معاه، وفعلا داكشي اللي كان، ولات فين ما كتسالي الخدمه كتخرج معاه. حتى لواحد النهار فاجئها منهل وجا خطبها من عند الدكتور طارق. الدكتور طارق كان كيعتبرهم بجوج بحال ولادو ووافق بالزربه، ما عكسش ليهم وكان طاير بالفرحه، ووقف معاهم راجل حتى في العرس ديالو. منهل وفاطمه كان عندهم تقريبا نفس العمر، هي كانت عندها 25 وهو كان عنده 26. كانوا فرحانين بزاف في الحياه الزوجيه ديالهم، كان اللي كيشوف الحب ديالو كيضرب بهم المثل. فاطمه ومنهل كانوا ناجحين بزاف في العمل ديالو وتزادت عندهم بنيه صغيره. مره كانوا كيمشيو لسوريا يشوفوا العائلات ديالو. حياتهم كانت غاده بواحد الريتم زوين ومثالي، حتى لواحد النهار منهل قرر باش ياخد 10 ايام فاكونس بالخدمه اللي كان فيها، واتفق مع مراتو بلي 3 ايام الاول غادي يدوزوها في لبنان و7 ايام اللي بقات غادي يمشيو يشوفوا فيها العائله في سوريا. وهنا غادي يجي النهار اللي كلشي غادي يتبدل فيه. 15/8/2015 منهل وفاطمه غادي يوصلوا للبنان. نزلات الطياره في بيروت ولقاو الشيفور كيتسنى فيهم في المطار، خدا من عندهم الفاليزات حطهم في الكوفر وديمار. الشيفور اللي داهم كان هو نيت اللي غادي يبقى معاهم في الرحله كامله، وحتى هو كان سوري الجنسيه. منين كانوا غاديين من المطار للوطيل غادي ياخذوا واحد الطريق كيسميوها في لبنان اوتوسترادا. الشيفور بقى غادي في هذيك الطريق حتى وصل لواحد البلاصه خاويه ما فيها لا بوطوات ديال الضوء لا بنادم لا طوموبيلات. البلاصه كانت مظلمه بزاف. واحد الوقت ويتهاجمهم واحد العصابه وهازين السلاح، وقفوهم وقالوا لهم هبطوا من الطوموبيل وعطيونا كاع داكشي اللي عندكم. منهل وفاطمه والشيفور هبطوا من الطوموبيل، ولكن بلاصه ما يعطيوهم كاع داكشي اللي عندهم مشاو هربوا. الشيفور هرب ودخل ما بين الشجر. منهل ومراتو ما جاو فين يهربوا حتى تيراو فيهم. العصابه قدروا ياخذوا الفلوس اللي عندهم وكاع داكشي اللي كانوا هازين معاهم ومشاو هربوا. منهل تضرب غير في رجليه وما مات، حيت الله كتب ليه عمر جديد. فاطمه تضربات بجوج قرطاسات، وحده في خدها خلاتها كتجري وهي كتعرج، ولكن الثانيه ما غاداش تزقلها، غادا تدخل لها من ظهرها وغادا تخرج لها من القلب ديالها. عمرها ساله في ديك اللحظه وما جاش في البلاصه. الشيفور غبرت العمى في الظلمه بحال الا تقول غبراتو الارض. الشيفور طلع فوق واحد الشجره وتخبى وشاف كاع داكشي اللي وقع. هز التليفون ديالو وعيط للامبولانس وعيط حتى للبوليس. ملي جات الامبولانس داو منهل للسبيطار ومراتو داوها لمستودع الاموات. الشيفور نجا منها وما طرا ليه والو، لكن البوليس كانت عندهم شوفه اخرى، طاروا عليه وداوه باش يديروا معاه تحقيقات في الكوميساريه، حيت هو الشاهد الوحيد على هذه الجريمه. وفي التحقيقات عاود لهم الفيلم من ا حتى زد. منين هزهم من المطار حتى وصلوا للغاب. الشرطه اللبنانيه جاتهم هذه الجريمه غريبه بزاف، والاحداث ديالها ما ملاصقينش مع بعضياتهم، وحسوا
بان كاينه شي حاجه ماشي تاليه. بحال هاد الجرائم كيوقعوا عادي، ولكن ماشي في الطريق السريع وقريب من العاصمه بيروت. واللي زاد دخل الشك البوليس هو كيفاش العصابات داو على الفلوس وخلاو الطوموبيل. هنا البوليس غادي يمشيو للسبيطار عند منهل باش يسمعوا الاقوال ديالو ويقارنوها مع ديال الشيفور. منين البوليس وصلوا للسبيطار لقاو منهل حيدوا ليه القرطاسه من رجليه ولقاوه في صحه جيده، وهما يسولوه قالوا لي غادي تعاود لينا بالضبط داكشي اللي وقع مني مشيتو من المطار حتى وصلتوا للغابه. جاوبهم وقال لهم بانهم كانوا 3 ديال الرجال مسلحين وقفونا وقالوا لينا هبطوا من الطوموبيل وعطيونا كاع داكشي اللي عندكم وبداو كيتيروا فينا بالقرطاس. قال لهم منهل بانهم تيراو في مراتو هي الاول، ومن بعد جاتو هو قرطاسه في رجليه. البوليس سولوه واش تيرا فيكم غير واحد، وجاوبهم قال لهم لا كانوا كاملين مسلحين وكاملين كيتيريو. البوليس في الاول كانوا شاكين في الشيفور وكان كيتسحب لهم انه خدام مع العصابه. الشرطه سولوا منهل وقالوا لي علاش بالضبط اختاريتي هذا الشيفور. قال لهم هذا الشيفور معرفه قديمه، هو اللي كيتلقى ليا ديما منين كنجي للبنان، وحتى هو سوري الجنسيه وولد بلادي، وحتى كنت مسافر مع مراتي ما بغيتش نجيب شيفور ما كنعرفوش. لحد الان باقي الشيفور هو المتهم الرئيسي، وعاودوا جابوا الشيفور للتحقيق، ولكن هاد المره كان تناقض ما بين الاقوال ديالو والاقوال ديال الاعلام. الشيفور قال لهم تيراو في منهل هو الاول، عاد تيراو في مراتو، مع العلم ان منهل قال العكس. هادشي كامل كيخلينا نطرحوا تساؤلات. كيفاش العصابه خلات الشيفور يهرب بلا ما تجي فيه حتى شي رصاصه والطوموبيله ديالو بقات في امن وسلام؟ البوليس ولاو عندهم جوج ديال الاحتمالات، يا اما الشيفور خدام مع العصابه يا اما منهل متشافق مع العصابه باش يقتل مراته. في الاقوال ديالهم بجوج قالوا على ان افراد العصابه بثلاثه كانوا كيشيروا، ولكن الشرطه لقات بلي نفس القرطاس اللي تقتلات به فاطمه هو نفس القرطاس اللي كانت تضرب به منهل. ملي خرج التقرير ديال الطبيب الشرعي لقاو باللي منهل ومراته تضربوا من القدام، لكن منهل والشيفور قالوا باللي حنا كنا هربانين وضربونا من اللور. هنا المحققين غادي يتاكدوا باللي 100% كاينه شي حاجه غلط. هنا الشيفور غادي يتشد في الحبس بين ما يكملوا التحقيقات بحكم انه ولا هو المشتبه به الرئيسي في القضيه. محققين رجعوا عند الشيفور للحبس وضغطوا عليه مزيان. الشيفور لقى راسو غادي يتصيد وغادي يهز الدقه بوحدو، فكر حتى فكر وقال لهم انا غادي نعاود لكم كلشي. والصدمه الكبرى هي ان اول حاجه بدا بها ما كاينه لا عصابه لا والو. منهل كان اعلامي مشهور وكان كلشي متضامن معاه في هذه القضيه. العالم العربي كامل قال بانه بريء وما دار والو، والدكتور طارق اللي كان مربيه خرج في فيديوهات كيقول فيهم بان منهل مستحيل يدير هادشي. الناس كاملين تضامنوا معاه في السوشيال ميديا وكانوا كيطالبوا باش الامن اللبناني ياخذوا ليه حقه هو ومراته. لكن الصدمه اللي ما كان حتى شي واحد كيتخيلها، اعترف الشيفور على ان منهل هو اللي كان مخطط للجريمه واتفق معه على ان الجريمه كيخصها تبان بحال شي سرقه. السبب اللي خلى منهل يرتكب هذه الجريمه واللي صدمني حتى انا وخلاني مشوكي وما قدرتش نستوعب في هذه الجريمه، الشيفور قال في التحقيقات باللي منهل هو اللي مدبر ومخطط لهذه القضيه، ومن شحال هادي وهو كيخطط باش ينفذ هذه العمليه. عيط ليا وعرض عليا مبلغ كبير وقال لي راني باغي نقتل مراتي، وبحكم انني كنت شيفور ديال الطاكسي ومحتاج للفلوس ما قدرتش نقول ليه لا، لان العرض المالي كان كبير بزاف. وقال لي ما تخافش راه اي حاجه محسوبه والبلان مقادم مزيان. قضية أخذت حديث طويل جدا بسبب تغريداتك تجاهها، اللي هي قضية منهل عبد القادر. يعني شخص مدان بقضية جنائية، ويظهر الدكتور طارق الحبيبي يتحدث عن جوانب قد تكون مميزة في هذا الشخص. أنا ما أتحدث عن علاقتك مع هذا الشخص، ممكن يكون شخص جيد، ممكن عوامل نفسية تسببت هذا العمل، لكن لماذا أنت أقحمت نفسك في هذه الصورة؟ وطبعا أصبح تجاهك حديث مجتمعي كبير. أنا لم أقحم نفسي يا سيدي. منهل عبد القادر أنا كفيله السعودي، منهل إنسان سوري. فاطمة رحمها الله بنتي، أنا من ربيتها، كانت تعمل عندي بمركز مطمئنة فترة من الزمن، ثم تزوجت منهل وهم يعملون. فأظن من اللطف ومن الأبوة أن تكتب كلمة خير في حق الاثنين. ثم عندهم بنت اسمها ملاك، بنت صغيرة، أنا تكفلت فيها في نفقتها الشهرية حتى الله سبحانه وتعالى ييسر لها أمرها. هذه واجبات. بعض الناس يا سيدي يعرفون بعض الحقائق ولا يعرفون بعضها، فربما يتهمونك بفعل كان خيرا منك فيصفونه أنه تدخل. انا شخصيا ملي كنت كنسمع القصه وصلت لهاد اللحظه هادي كان كيتسحب ليا باللي ضحى بمراته على قبل التعاطف ديال العالم العربي ويكسب الشهره،
ومع راسي بديت كنقول على ان هذا الانسان مريض عقليا الا فعلا كان كيفكر في حال هكا. التخطيط ديال الجريمه كان كالتالي، هو انهم منين غادي يوصلوا للمطار غادي يكون الليل وغادي يركبوا مع الشيفور في الطاكسي. الاتفاق كان على ان الشيفور غادي يبقى غادي بهم في الطريق، واي بلاصه بانت لي خاوي اللي يقدر ينفذ فيها العمليه غادي يوقف فيها. الشيفور غادي يجبد الفردي وغادي يقول لهم هبطوا، غادي يقتل مراته هي الاولى وغادي يتيرف منها في رجليه برصاصه سطحيه باش حتى واحد ما يشك في منها، ويقولوا باللي راه حتى هو كان من ضحايا الجريمه. ولكن القدره الالهيه فوق من اي حاجه، والروح عزيزه عند الله. منهل قال الشيفور ملي تسالي الجريمه ديالك هرب خبي الفردي وعيط للبوليس وقول لهم باللي كانوا ناس مسلحين خداو كاع الفلوس اللي كانوا عندنا، تيراو فينا وهرب، وانا غادي نعاود للبوليس نفس الروايه ديالك وهنا ما غاديش يشكوا فينا. اصلا منهل كان داير في بالو ان الجريمه غادي يلصقها للشيفور. منين تاكد باللي مراته ماتت قطع عليها حوايجها وبغى يبين باللي الشيفور تعدى عليها. منين واجهوه هو والشيفور انكر كل شيء وقال لهم باللي الشيفور هو اللي كان مخطط لكل شيء وهو اللي دارها. النيابه العامه قالت لي الا كان هادشي فعلا بصح علاش ما قلتيش بالاول؟ قال لهم انا في الاول ما كنتش متاكد باللي واش هو اللي تيرا فينا وما بغيتش نظلم. صباح الخير الشريف، مازال ما فقتيش من الناس؟ قالوا ليه بان الحاجه اللي انت ما عارفاش هو ان تقرير المعمل الجنائي تقال فيه بان مراتك تقتلات من مسافه قريبه وتضربتو فيه بنفس السلاح. ومنين عاودوا واجهوه مع الشيفور منهل غادي يعترف بكل شيء. والصدمه الكبرى اللي تصدموا بها المحققين قال لهم من نهار شفت اختها وليت كنبغيها، داك الشيء علاش قتلت مراتي باش نتزوج بختها. في الحقيقه ما عنديش وصف لهاد الجريمه، نخليكم نتوما تكتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. الى عجباتكم القصه ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيوها مع صحابكم، ولا كنتو باقي ما شفتوش الحلقه الاولى شوفوها من هنا. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.